العيد خلص واللحمة خلصت، ويلا بينا نخش بقى على الفراخ ونعمل فراخ. وشبعنا لحمة الحمد لله، ويلا بينا على الفراخ. انا كده سلقة جايبة حوالي 6 وراك فراخ، وسلقتهم كده ويعني مظبطاهم وحاطه فيهم بصل وطماطم وكده، وشايله الوش وهما بيغلوا، وحاطه كمان فلفل حار. بحب احطه في الشوربه، بيدي طعم كده حلو، مش حراق خالص، بس هو بيدي طعم يعني عشان بيشيل الزفاره وكده. بس كده بقى. انا على جنب كنت حاطه شويه من الشوربه عشان اعمل فيهم ملوخيه، وناحيه تانية برضو هعمل رز ابيض. هو دي اكله النهارده، ملوخيه ورز ابيض وفراخ محمره. او نكسر الروتين شويه كده خلاص، يعني ان شاء الله ناكل لحمه بقى العيد الجاي. فكده بقى نخش بقى على الفراخ والسمك، مفيش حل تاني، يا اما كبده برضو. بس انا كده شوحت الرز، انا بوريكم انا كده مشوحاه. هو رز ابيض، بس لازم اشوحه لغايه اما يفلفل كده معايا، عشان يطلع الواحده بوحدتها. والشوربه انا مدفياها، يعني هي دافيه مش بس مش مغليه، يعني هي غلت وطفيت عليها وسخنتها تاني عشان اسقي بيها الرز. هي سخنه يعني خلي بالكم برضو البخار ده بيحرق، يعني بيعمل حروق قويه. فابعدوا وشكم وايديكم من الحله، وانتوا بتزقوها كده بعيدوا. تمام. هسقيها كده بقى واحده واحده مع نفسي كده، وهسيب بقى في الاخر رز يتشرب. وبعد كده بقى هخش على الملوخيه، هخرطها واظبطها وكده، وبرضو وانا معاكم. لو وصلتوا لهنا عايزاكم تصلوا على النبي، تحطوا لي لايك و... وعملوا لي تعليق كده حلو كده من تعليقاتكم الجميله. كده بقى انا زقيت الرز عشان طلعت الشوربه بايدي. زقيته، حطيت له الملح والمرقه بتاعته، وهقلبه كده تقليبه حلوه، واسيبه بقى لغايه اما يتشرب خالص. هتقولي انت مزوده الشوربه، انا بحب ازود الشوربه، بحب الرز مش يعني هو بيبقى مفلفل، بس طري، مفلفل طري عشان الولاد بياكلوه كده. بس انا كده معليه النار اهو عليه ويتشرب، بس بعد كده هدي النار. كده بقى هنا الملوخيه قطفتها وغسلتها ونشفتها، وهخرطها دلوقتي اهو. وهخرطها بقى، يعني انا مش بخرطها ناعم قوي عشان يعني بحبها بخرطها، بس مش ناعم قوي قوي يعني، عشان انا بحب يعني الملوخيه تبقى باينه. فكل واحد بقى على حسب ما بيحب. ودلوقتي موسم من الملوخيه بقى ماليه السوق، وسعرها رخيص كمان. يعني نص كيلو بيعمل مثلا طبقين كبار، يعني بنقعد ناكل فيه طول اليوم، وكمان بيفيد لتاني يوم. وده بقى التوم، انا كنت مجهزاه ودقاه ومظبطاه كده، حاطه ملح، وحاطه التوابل بتاعته. برضو خلوا بالكم الملح اللي في التوم بيزود ملح في الشوربه وفي الملوخيه، فلو انتوا بتعملوا الملح خلي بالكم. اوكي. بس كده بقى انا عملت الرز كده اتشرب اهو، يعني حبه بحبيتها اهو. بس انا بقى وطيت النار على الاخر خالص، عملتها زي شمعة كده وغطيته. كده بقى بعد ما سقطت الملوخيه في الشوربه وعملت لها الطشه بتاعتها، انا ولا بشهق ولا الكلام ده، بعملها وتطلع حلوه برضو. بس كده خلصت، وهقلبهم في بعضيهم كده. وكده تكون الملوخيه خلصت، ويكون الرز كده خلص خلاص. وبقى هنتبه بقى عشان احمر الفراخ. هحمرها طبعا لوحدها، عشان ايه انا كده محمرها يعني من غير تصوير، عشان بتقعد تطلع النار وكده وتعمل زيت. فعملتها من غير تصوير كده. انا حمرتها وخلصت الاكله كده كلها. هبتدي بقى ان انا هغرف الرز كده بعد ما فلفل معاه. بصوا مفلفل ازاي، يعني انا بعلي النار على الاخر، اول ما يتشرب اقوم مهديه النار، فبيطلع بالمنظر ده. كده بقى بعد ما غرفت بقى الاكل وكده، ويعني اتفضلوا معانا يا جماعه. ده الرز الابيض اهو بالشوربه والنايب، كل واحد بقى كده ونايبه. وعملت شويه السلطه دول. جددوا بقى في الاكل وكده، دي طبعا اكله مصريه معروفه، ويعني الواحد ما بيعرفش يقعد من غير ما ياكل الاكله دي.